أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. المتقاعدون يطالبون الحكومة بالزيادة في قيمة معاشاتهم، ولكن قبل بدنتكم مشاهدينا الكرام بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. حذرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين المنضوية تحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة من إقصاء المتقاعدين من الزيادات في قيمة المعاشات لمواجهة أزمة الغلاء التي تعرفها البلاد. واستنكرت الهيئة خلال انعقاد الملتقى الوطني الأول للمتقاعدين تحت شعار نضال المتقاعدين استمرار لنضال الشغيلة من أجل مطالبها المشروعة، تغيب الحكومة عن جدول الأعمال الحوار الاجتماعي لطرح الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين في مختلف أنظمة صناديق التقاعد واقتصارها فيما تسميه إصلاح التقاعد على استهداف مكتسبات الطبقة النشيطة. وجددت الهيئة المطالبة بتمكين المتقاعدين من حقهم في الزيادة في معاشاتهم بسبب التضخم غير المسبوق الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته لعدم قدرتها في ضبط الأسعار. تجديد المطالبة بوقف الاقتطاع الضريبي الجائر عن المعاشات، ودعت الحكومة لتحمل مسؤوليتها بتوفير الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وضمان جودتها ومجانية ولوجها. كما حذرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين من سياسة تهميش وتجويع المتقاعدين وتجاهل مطالبهم المشروعة، مما سيدفع هذه الفئة بمعية عائلتهم لخوض برامج نضالية سيتم تصديرها وإعلانها لاحقا. ودعت الهيئة كل تنظيمات المتقاعدين وأصحاب المعاشات من نقابات وجمعيات إلى تشكيل تكتل وطني للعمل والفعل النضاليين بما يسمح بضمان الحقوق وصون المكتسبات التاريخية وانتزاع المطالب العادلة المشروعة لرفع الإقصاء والتهميش عن هذه الفئة.